انا مش فاهم. هبدأ بكره. يوه، انا تعبت ومش قادر. دول اكتر 3 جمل لو دخلوا دماغك هيدمروك، عشان كده لازم توقفهم قبل ما يوقفوك. عايز تعرف ليه؟ لانهم بيكتفوك، بيخلوك لا بتعرف تتحرك ولا تفكر. الجمله الاولى انا مش فاهم، دي مش معناها انك غبي، دي معناها انك ما كنتش مركز ومحتاج تسمع الشرح تاني. طب والحل؟ قول لنفسك هشوف فيديو الشرح تاني او اسال حد، المهم انك ما توقفش. الجمله التانيه هبدا من بكره، دي الكذبه اللي بتبيعها لنفسك علشان تهرب من التوتر بتاع النهارده. طب والحل؟ قول لنفسك هبدأ من النهارده حتى لو لمدة 10 دقايق بس، صدقني هتلاقي الدنيا بتتحرك. الجملة التالتة تعبت ومش قادر، ودي خلي بالك مش حقيقة، ده مجرد إحساس وقتي. والحل إنك تقول لنفسك هريح شوية وهكمل، بس ما تقولش مش قادر لأنك تقدر. الخلاصة إنك تبدل أنا هبدأ بكرة لهبدأ دلوقتي، وبدل ما تقول مش فاهم أنا هفهم من تاني، وبدل تعبت ومش قادر لهريح وأكمل. غير كلامك وما تستسلمش لأفكارك، شجع نفسك، أنت قدها.